زي ما قفلنا الجزء الاولاني بالسؤال، الجزء الثالث بقى او الرابع بالظبط. بالنسبه للحلقات، فعايزين نجاوب على السؤال بتاع ايه اللي حصل. هو احنا وقفنا عند ازاي الرد السني بالظبط. على الاسماعيليه. ده واحد من الحاجات المهمه جدا ان احنا نفتكر ان الاسماعيليه في لحظه من اللحظات كانت هي البعبع او الخطر الايديولوجي والفكري الاكبر على العالم السني في العصور الوسطى، خصوصا في القرن الرابع والخامس الهجريين او الهجريين. ففي اللحظة دي كانت الإسماعيلية، الدعوة الإسماعيلية كانت نشاطها كبير جدا، نجحت في استقطاب أعداد مهولة في مختلف العالم الإسلامي، بتمثل خطر أيديولوجي واضح وفكري، بتمثل خطر سياسي عن طريق الدولة الفاطمية والخلافة الفاطمية والدول اللي ظهرت من الخلافة الفاطمية أو الدول الإسماعيلية اللي ظهرت. فهنا أصبح في تحدي وجودي عند العالم السني، خصوصا إن العالم السني في الفترة دي سياسيا ما كانش أحسن حاجة. سواء في الخلافه العباسيه او في الخلافة الدوله العباسية السلجوقيه. كانت انهارت، ده قبل بقى السلاجقة ما يجوا. كانت الخلافة العباسية منهارة تماما، تفكك كامل، خضعت لدولة شيعية هي دولة البويهيين أو دولة بني بويه، ودي دولة من الضيلم برضو اللي بعد كده حسن الصباح هيعمل نشاط دعوي فيها، ودول كانوا شيعة زيدية، فرقة أو مذهب ثالث من الفرق الإسماعيلية، الفرق الشيعية آسف. فهنا أصبحوا أخضعوا الخلافة العباسية في العراق وسيطروا على غرب إيران وعملوا الدولة البويهية. في معظم امراء الحرب اللي استقلوا باماكن في بلاد فارس كانوا شيعة. حكام الموصل وحلب كانوا شيعة اللي هم بني حمدان، اللي احنا نعرف منهم سيف الدولة الحمداني ممدوح المتنبي الشهير اللي قال فيه قصائد كبيرة جدا في المدح وخلدوا في الادب العربي. القرامطة كانوا مسيطرين على معظم الجزيرة العربية او تحديدا شرق الجزيرة العربية. اليمن كان فيها دعوة اسماعيلية ودعوة زيدية، الاثنين مع بعض، وكانوا بيتبادلوا السيطرة على بلاد اليمن. الحجاز مكة والمدينة كان بيحكموا أشراف شيعة، وعلى فكرة الأشراف الشيعة دول هيفضلوا مستمرين لغاية القرن 16 الميلادي تقريبا، بعد كده هينقلوا على السنية مع العثمانيين ومن أحفادهم ملوك اليمن، الأردن آسف. ده تطور برضه سياسي مهم.